السلام عليكم ورحمة الله. معاكم زيكا. وقرعة دوري الأبطال خلاص اكتملت، ودور ال 16 أخيرا اكتمل، ويطلع لنا حبة مواجهات نارية وحبة مواجهات عادية. المواجهات النارية نبتدي كده بالترتيب: باريس سان جيرمان وليفربول. تاني مواجهة أنت عندك ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. تالت مواجهة وهي بايرن وبايرن ليفركوزن، يعني هم كانوا لسه بيلعبوا مع بعض في الدوري، رجعوا تاني يلعبوا في دوري الأبطال. رابع مواجهة وهنبتدي بقى نخش في السهل شوية ما بين برشلونة وبنفيكا، وبعد كده بقى انت عندك فاينورد وانتر، وعندك بروج وفيلا، بي اس في وارسنال، واخيرا دورتموند وليل. فيلا نبتدي كده نشوف ايه اللي هيحصل في الماتشات ديت ومين اللي هيتأهل، ويلا بينا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب دلوقتي، ولو مش مفعل الجرس لازم تفعل الجرس، ولازم تعمل لايك للفيديو. لو ما عجبكش شيل اللايك في الاخر عادي. اول مواجهة نارية ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان. بالنسبة لي باريس سان جيرمان فريق جماعي جدا من ساعة ما لويس انريكي حط رجله في النادي وقعد يعمل لك قرارات كده عشان يخلي لك الفريق جماعي. مشالك امبابي اللي هو النجم الاول من ساعه ما جه، بقاله 7 سنين النجم الاول. جه عليه نيمار هو برده النجم الاول، جه عليه ميسي هو برده النجم الاول. جه لويس انريكي قال لك بص يا باشا انا مش عايز كل الكلام دوت، مشيل الراجل دوت، احنا هنعمل فريق من كله اشبال. يعني فريق بيبتدي من عيال عندها 17 سنه، اكبر واحد فيهم باستثناء عثمان ديمبلي عنده 22 سنه او 23 سنه. فقال لك يلا بينا. دخل دوري الابطال خسر من كل الفرق الكبيره. انت عندك ارسنال، اتلتيكو مدريد، والبايرن خسر منهم. طب انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب الماتشات السهله برضه خسر يعني او اتعاد دوت. والحمد لله ما كانش رايي بس، ده كان رايي برضه صديقي عمار، كان رايي صائب جدا. وعشان كان رايي صائب جدا فانا قلت له لازم اخد سكرين شوت واحطه في الفيديو بتاعي. اتمنى ان هو يكون بيشوف الفيديو ده، واي حد فعلا هيبقى رايه صائب ورايه قوي انا اكيد مش هستنى لحظه واخد سكرين شوت كده واقول الناس ديت بتفهم كوره. فباريس سان جيرمان فريق جماعي وفريق قوي، ولكن قدام الفرق الكبيره مش هيعمل حاجه. فما بالك بقى قدام ليفربول. ليفربول يا جدعان متصدر الدوري الانجليزي، اقوى دوري في العالم، ومتصدر الابطال. يعني في القرعه كده كان في بتاع 38، انا مش فاكر كام فرقه، بس كان في فرق كتير فشخ في دوري الابطال وهو سيدهم ما خسرش ولا ماتش. قال لك اذا باستثناء هو ماتش واحد بس عشان هو كان تحصيل حاصل. قال لك انا يا باشا ده اخر ماتش في الابطال، سواء كسبت او خسرت الماتش دوت فانا الاول. فخلاص مفيش مشكله بقى اما نحط الدكه كلها تلعب ونقعد اللعيبه الاساسيه كلها. فانت لو حطيت المقارنه ما بين باريس سان جيرمان وليفربول هتيجي تلاقي باريس سان جيرمان فريق جماعي، وفريق فيه لعيبه تقيله جدا، او لعيبه اللي هم خلاص على مشارف ان هم يبقوا نجوم عالميين. انت عندك باركولا جامد فشخ، عندك عثمان ديمبلي اون فاير، عندك ديزري دوي لعيب حلو جدا وبديل كويس، عندك اكيد كفاراتسخيليا الراجل دوت المينتاليتي بتاعته اقوى من ادائه. الراجل عنده مينتاليتي جباره، اللي هو انا مش بلعب غير عشان اكسبه بس، بقابل اي فرقه انا لازم اكسبه بس. ولكن الراجل لسه مش متاقلم كده، ما دخلش كده في عمق باريس سان جيرمان وبقى واحد منهم، لسه بدري عليه. وخصوصا ان ستايل لعبه مختلف شويه عن ستايل لعب باريس سان جيرمان. فهو اللي هنا هيحكم لويس انريكي ان هو يخليه يخش بسرعه في المود مع باريس سان جيرمان ويتطبع بطبعهم. تيجي بقى عند ليفربول، فانت عندك بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلاح، هو افضل لاعب في العالم حاليا، وحرفيا بيطلع نار من بقه، بيعمل كل حاجه في الكوره، بيعمل كل حاجه في هجوم ليفربول. فالسنه دي اخر سنه ليه، هو خلاص ما كان يعني فاضل له اخر كام شهر ويمشي من الفرقه. فالراجل بيعمل دوري ابطال وبيعمل دوري انجليزي خرافي. فهيمسك باريس سان جيرمان في رايي مش هيجيب فيها جون واحد بس، هيجيب فيها اجوان كتير. يعني برايي الشخصي مش هيقل فيهم عن جونين. اللي هيساعده ان دفاع باريس سان جيرمان ضعيف. انت عندك ماركينيوس وباتشو، ممكن مثلا لو هم بيلعبوا 30 ماتش يعملوا لك ماتشين جامدين قوي، وبقيه ال 28 ماتش كفته. انت عندك دوناروما بيعمل اداء كارثي، ده في وجهه نظري. الراجل ما بيخرجش بكلين شيت، من النوادر ان هو يخرج بكلين شيت. ليه؟ ان الراجل مش بيصد زي بقيه الناس، اللي بيصد ويطلع الكره بره، هو بيصد بيعمل هجمه اخطر عليه. لا، دفاع باريس سان جيرمان هيشيل كتير قوي من محمد صلاح. وانت عندك جابو يعني السنه دي اون فاير برضه زي محمد صلاح، بس اكيد مش زي محمد صلاح، يعني هو محمد صلاح ابعد بكتير، ولكن جابو السنه دي نسخه مرعبه. اول حاجه، وتاني حاجه، تالت حاجه، ركز كده يا باشا. باريس سان جيرمان هتلعب اللقاء العوده في انجلترا في ملعب الانفيلد، فدي لوحدها كفايه بالنسبه لي، وبدون تفكير كتير كفه ليفربول هي اللي هتحسم الماتش، وهي اللي هتقصي باريس سان جيرمان اللي بالنسبه لي لسه شويتين ثلاثه كده. الراجل عمال يطلع بقاله 12 سنه، هتيجي عند السنه دي ومش هتطلع. انت بتلعب الليفر يابا، انت بتلعب الليفر يابا. ونخش بقى على ثاني ماتش ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. اتلتيكو مدريد عامله سلسله لها هزيمه فشيخه، بقى لها 23 ماتش ما بتخسرش، اللي هو بس استثناء ماتش واحد كده عبيط
في الدوري الاسباني تحس انها كانت غلطه. فحلو جدا اتلتيكو مدريد بيكسب وبيتعادل ما بيخسرش، ماشي. هل بقى الكلام دوت بينفع قدام ريال مدريد اللي هو انت عبيط؟ اكيد لا. اصلا شخصيه اتلتيكو مدريد بتبان ضعيفه جدا قدام شخصيه ريال مدريد، دي اول حاجه. تعالى بقى لريال مدريد ذات نفسها. ريال مدريد يا جدعان في دوري الابطال نسخه مختلفه تماما عن نسخه الدوري. انت عندك شخصيه البطل بتطلع، اللي بتكسب في اخر دقيقه، اللي بتكسب اصلا اي حد مهما كان هو. انت لو جمعت كده فرق اوروبا كلها وجبت كل نجوم فرق اوروبا وحطيتهم قدام ريال مدريد، قسما بالله ريال مدريد هتكسب عادي. هي ديت شخصيه ريال مدريد في الابطال، ما بتخسرش. وشخصيه ريال مدريد بالذات في الادوار الاقصائيه بتبقى مرعبه. بالنسبه لي ما فيهاش كلام كتير ان ريال مدريد هتكسب المباراتين دول او هتكسب واحده وتتعادل واحده. يعني صعب انها تخسر قدام ايه اتلتيكو مدريد وهتتاهل كده. اهم مباراتين في دوري الابطال السنه دي يعتبر اتحسموا. نخش بقى على ثالث اهم مباراه وبين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. بايرن ميونخ كان لسه بيلعب باير ليفركوزن في الدوري وكان شكله وحش قوي 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 وقدم اداء كارثي. باير ليفركوزن اي نعم ما كسبش الماتش، ولكن هو قاب قوسين او ادنى ان هو يكسب الماتش. واعتقد لو بنفس الاداء دوت باير لعب بيه في دوري الابطال، اقسم بالله العظيم هيخلي شكل بايرن ميونخ وحش قوي 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 وهيقصي. بالنسبه لي اقوى 3 ماتشات في دوري الابطال السنه دي في دور ال 16. نخش بقى على الماتشات اللي جايه اللذيذه. انت عندك بنفيكا وبرشلونه. هل هنلاقي ريمونتادات تاني من برشلونه ولا بنفيكا هتعمل حاجه؟ وانا اقول بنفيكا مش هتعمل اي حاجه قدام برشلونه. برشلونه السنه دي فشيخ يا جدعان، فشيخ. عنده قوه هجوميه ضاربه، ولكن هو ساعات بيستهبل في الدفاع. هو ممكن يدافع حلو وعنده مدافعين طب، ولكن اسلوبه الهجومي الغبي الغشيم خلي يخش فيه اهداف غريبه كده. لكن برشلونه من اقوى الفرق السنه دي، لو ركز شويه في الدفاع هيبقى من اقوى الدفاعات الموجوده في اوروبا. بالنسبه لي مش هيبقى فيه ريمونتادا بالنسبه لبرشلونه، ولكن برشلونه هتبقى طاغيه على فريق بنفيكا وهتكسبها ممكن جدا رايح جاي. المباريات اللذيذه اللي انت ممكن تتابعها بقى في الدور دوت، انت عندك انتر وفاينورد. يا جدعان اي سي ميلان هيبقى شكله وحش قوي 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 قوي، لان الغريم بتاعك هيكسب فاينورد. شكلك وحش قوي انت كاي سي ميلان اما تخرج من فاينورد والدور اللي بعديه هيقابل انتر وانتر هيطلع، يبقى شكلك وحش قوي يا عم ميلان. اللي صعبان عليا في المواجهه ديت ما بين انتر وفاينورد مش الاثنين، الثالث الغريم اي سي ميلان. بالنسبه لي انتر وبلا شك هيعدي الدور دوت وهيكسب فاينورد، واحتمال يكسبهم رايح جاي. الا يعني لو انا مش متفائل قوي بيه فممكن يتعادل ماتش ويكسب الثاني، وخصوصا ان ماتش العوده هيبقى في الجوزيبي ميازا في ايطاليا. ارسنال من الناس المحظوظه جدا في القرعه ديت ان هي قابلت فرقه مش قويه قوي يعني من هولندا بي اس في. فارسنال هيعدي الماتش دوت عادي وهيعدي دور ال 16 بطريقه مريحه. خش بقى نخلينا شويه في الدوري الانجليزي ما بين استون فيلا هيلاعب بروج. استون فيلا هيحسب الماتش. اخر ماتش ما بين دورتموند وليل، والماتش دوت يعني ممكن اقول 50-50. دورتموند مش قويه زي ليل، ولكن خبره ليل اقل من دورتموند. طيب ممكن تقول دورتموند ده اللي هتكسب، ولكن العوده في ارض ليل، فاللي هو يعني هي 50-50 او ممكن نقول 60-50 بسبب خبره دورتموند. الماتش دوت انا هخليكم انتوا تتوقعوا ايه من المتاهل، وبكده يكونوا المتاهلين. انت عندك ليفربول، ريال مدريد، برشلونه، باير ليفركوزن، ارسنال، انتر، والفيلا. واخر ماتش انتوا اللي هتتوقعوه ما بين بروسيا دورتموند وليل. وبس كده. واخيرا ولا سخنك، انا معكم زيكا وسلام.